اللي راح اقرا اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. يجب الالتفات بحذر وبقوة لنشاط خلايا البعث المجرم. والدك أعدم في عام 1980. نعم. كان منتميا لحزب الدعم. نعم. استاذ عدنان، اريد اقول لك حتى رئيس الوزراء الحالي ابوه اعدم، لكن ابنه رئيس الوزراء صار مدير عام. الرفاق قادمون. لكنه ما حد يقدر يختلف يقول انه البعث والبعثيين اجل الله السامع ما يقدرون يتقبلون ويتكيفون ويا كل الوضعيات. يتكيفون ويا كل الوضعيات. طيب، من الذي ينشر افكار حزب البعث؟ رواسب حزب البعث. مفاصل حزب البعث في العراق استاذ عدنان لا يزال موجوده، يعني لم تقضي يعني هيئه المساءله والعداله على كل المفاصل حتى في الدوله او خارج الدوله ربما. هل هنالك اليوم قاده اليوم منتمين الى البعث؟ نعم موجودين في الحكومه. البعثيين هؤلاء جزء من الدوله العراقيه، يعني انت ان يعرف ثلاث وزراء كانوا بدرجات عليا بالحزب، وكثير من القادة العسكريين برتب ومناصب عليا جدا، وغيرهم بمفاصل القيادات الأمنية كلهم. مشروع البعث موجود والحواضن موجودة والنفس البعثي في العراقيين موجود سابقا ولاحقا. يمكن يرجع حزب البعث مو بشكل القومي، مو بشكل اللي يدعو الى الامه العربيه الواحده او يدعو الى القوميه العربيه. هي هاي شعارات حزب البعث. الشعارات الجديده هي شعار الخدمات. انه في السوداني رافع هاي الشعار، معناه السوداني بعثي. بعثي.